السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عن شوية مواضيع كده على السريع، طبعا بعد الكلام بتاع حلم طولان وطبعا إلغاء الهبوط والناس متعاطفة متهيألهم إن اتحاد الرابطة قرر عدم الهبوط عشان نادي الإسماعيلي. اتاريت الموضوع كبير، الموضوع مش موضوع إسماعيلي، الموضوع إن نادي مودين جاي له مستثمر هيشتريه بس بشرط إنه يفضل في الدوري. فطبعا هو والاسماعيلي هيهبطوا خلاص، رسميا هيهبطوا. فطبعا لغى الهبوط ليه؟ مش عشان الاسماعيلي والناس تبدا تتعاطف ان لا الرابطه لغت عشان الاسماعيلي. هو الموضوع مش موضوع الاسماعيلي، الموضوع موضوع كبير، الموضوع في مدن فيوتشر وطلع حلم طولان. طبعا فضح الرابطه بعد طبعا كلام طه عزت وكلام ثروت سويلم اللي ما شفناش من ايام الزمالك ما كان مخصوم له. فطبعا ظهر الحمد لله، وطبعا بيتكلم بقى على الاهلي والزمالك وبيراميدز وتطبيق اللوائح. فطبعا الموضوع مش عايزين نكتر فيه، الموضوع باين. والنهارده بيكافئ الكابتن هنا بريده، بيكافئ حلمي طولان وبيمسكوا منتخب المحليين البطوله اللي هتقام في قطر. بيكافئوا ومسكوا المديره الفنيه لمنتخب مصر المحليين. طبعا كل التوفيق للكابتن حلمي طولان، الشخصيه المحترمه. دخل في السبعينات وطبعا محدش شاف منه غلطه يعني. كل التوفيق ليه. وطبعا موضوع بقى الست اجانب وبالاجماع والانديه كلها وافقت برضو قرار الرابطه. ليه؟ عشان الاهلي. عشان الاهلي ليه؟ الاهلي طبعا عنده حق يعني 10 اجانب، 10 اجانب كده. مفيش الا هو النادي الوحيد اللي تلاقي عنده الاجانب دي. يعني لو حسبت كده عنده يحيى عطية الله ومحمد الضوي ورضا سليم واشرف داري وديانج وعلي معلول وجردشار وبن شرقي وبن رمضان جاي. يعني تسعة لعيبة أجانب عنده. فطبعا عايز يخليهم ستة ويمشي مثلا يحيى عطية الله، يمشي الضوي، يمشي أشرف داري أو رضا سليم، وديانج كده كده راجع. هو الموضوع موضوع إيه؟ موضوع أهلي. موضوع الأهلي مش موضوع إيه؟ مش موضوع طبعا إن الأندية هتستفيد أو الدوري هيستفيد. إحنا بنعدم المنتخب الوطني ده كده موضوع مش عايزين نكتر فيه. برضو طبعا موضوع الزمالك مع كابتن ميدو مسافر كده بيخلص خلاص. مهند علي ميمي اللاعب العراقي خلاص بنسبة 99% زملكاوي، والموسم الجاي هتلاقيه زملكاوي. وطبعا بعد الجولة اللي باقية في الدوري العراقي هتلاقيه في الزمالك. فكل التوفيق طبعا لنادي الزمالك وللكابتن ميدو. وكمان بيخلص في طارق حامد وكريم البركاوي. كريم البركاوي لو خلص صفقة جامدة. كريم البركاوي مهاجم تقيل. وطبعا في طارق حامد خلاص بنسبة كبيرة. الكابتن عمرو الجنايني عامل شغل جامد مع رمضان صبحي. وطبعا الناس معترضة على رمضان صبحي مش عارف ليه. ما الاهلي خد امام عاشور اللي هو جاله عرض النهارده من يوم السعودي ب10 مليون دولار. يعني الرقم تحسبه كده تلاقيه ايه؟ تلاقيه عامل نص عامل بتاع 500 مليار جنيه، 500 مليون جنيه مصري. 500 مليون جنيه مصري. يعني رقم. ليه ما نبيعش ونستفيد واستثمار. هو انت ايه الدوري اللي هتاخده؟ هتروح كاس العالم، هتعمل ايه في كاس العالم؟ هتعمل ايه في كاس العالم؟ ده انت تلعب بورتو بالميراس وانتر ميامي. انتر ميامي مش هو مع ميسي مش هو ما عملش صفقات في كاس العالم. الاهلي هيغلبه. لان انتر ميامي بنتفرج على الدوري الامريكي، انتر ميامي مش هو. فطبعا ده كده كان موضوع بقى بيراميدز وشكوى الاتحاد الدولي. طبعا خلاص ستف ورقه وترجم كل التصريحات وخد الورق وطلع على الفيفا. وهنشوف الدوري هيتحسم منين. الدوري المصري هيتحسم من الفيفا. الدوري المصري هيتحسم من الفيفا مش هيتحسم من فاركو. ماتش فاركو نخش ونص وهي ده بيفوضوا نص لعيبه فاركو قبل الماتش. برضو قبل ماتش الحرس بيفاوضوا محمد سيحة حارس المرمى، شال 5. دلوقتي بيفاوضوا 2 من لعيبة فاركو. فتشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيتم فيها. طبعا كل التوفيق لجميع الانديه طبعا، وشكرا والسلام عليكم. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه.